السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتحدث عن موضوع أثار الكثير من الجدل، ولهذا اخترت لهذا الفيديو عنوان خروج الغشاشين. لماذا هذا العنوان؟ لأن ما شاهدناه في نهاية دور المجموعات بالنسبة لي لم يكن مجرد مباراة عادية، بل كان أداء أعطى انطباعا بأن منتخبين دخل اللقاء بعقلية واحدة، وهي المهم ألا نخسر، والمهم أن نتأهل معا وسويا. أتحدث هنا عن المنتخب الجزائري والمنتخب النمساوي. واليوم وبعد أيام فقط من ذلك الجدل جاء الاختبار الحقيقي. النمسا اصطدمت بإسبانيا والنتيجة كانت قاسية، 3 أهداف دون مقابل. خضعت النمسا فيها تماما لمنطق كرة القدم أمام منتخب أقوى منها. وبعدها بساعات جاء دور الجزائر أمام سويسرا لتخسر ب2 دون رد، وتقدم واحدة من أضعف مبارياتها في البطولة. وهنا سأطرح سؤالا بسيطا: كيف لمنتخبين سجل 3 أهداف في مباراة واحدة بينهما أن يعجز كل واحد منهما عن تسجيل هدف واحد عندما واجه منافسا حقيقيا في الأدوار الإقصائية؟ هذا السؤال وحده يجعل الكثيرين يعيدون النظر فيما حدث في المباراة السابقة. في رأيي، عندما كان التعادل يخدم الطرفين، لعب الفريقان بحذر شديد دون رغبة حقيقية في المخاطرة، وكأن الرسالة كانت واضحة: لا أنت تهاجمني ولا أنا أهاجمك، لا أنت تربحني ولا أنا أربحك، المهم أن نعبر معا. والضحية الأكبر في كل هذا كانت خاصة إيران، التي كانت تنتظر أي نتيجة مختلفة من أجل مواصلة الحلم، وقد كانت قاب قوسين أو أدنى من هذا الحلم، وهي ترى الجزائر في الدقائق الأخيرة، بل في نهاية المباراة ترى المنتخب الجزائري يسجل هدف. ولكن هيهات هيهات، كان التفاهم واضحا، لأن النمسا ستسجل هدف التعادل وسيتحطم حلم الإيرانيين. هنا الجزائر لعبت بمشاعر إيران بأكملها. كرة القدم ليست مجرد نتائج، بل هي أيضا أخلاق وتنافس شريف واحترام لمشاعر الجماهير. أتذكرون المباراة العار، المباراة التي من أجلها تفاهم المنتخب النمساوي والمنتخب الألماني على إخراج المنتخب الجزائري؟ كلنا، وقلتها سابقا في فيديو سابق، ما زالت الغصة في حناجر الجزائريين وأيضا في حناجر العالم وكل من تابع تلك المباراة، لأنهم تعاطفوا كثيرا مع المنتخب الجزائري. اليوم دعوني أقول لكم وبكل صراحة أن هذا الجيل من المنتخب الجزائري قد لطخ صورة الجزائر، وأيضا قد ضرب بعرض الحائط الرجولة والشهامة التي كانت عند لاعبي المنتخب الجزائري في سنة 1982. يمكنك أن تخسر، هذا ليس هو المشكل، ويمكنك كذلك أن تغادر البطولة، لكن الجماهير تسامح الفريق الذي يقاتل حتى آخر ثانية، تسامح الفريق، وسأقولها بالدارجة، لكي يبلل القميص دياله. ولكن الجماهير لا تحترم الفريق الذي يعطي الانطباع بأنه يبحث عن أسهل الطرق. هنا أقصد المنتخب الجزائري، والذي كان فرحا جدا لأنه تجنب إسبانيا وسيواجه سويسرا. لو أن الجزائر خسرت أمام النمسا بعد مباراة مفتوحة وشجاعة، لكان ذلك في نظري أكثر شرفا من التأهل وسط كل هذا الجدل ثم الخروج مباشرة من أول اختبار حقيقي. والأكثر من ذلك أن الأداء أمام سويسرا كان مخيبا بكل المقاييس، لا شخصية، لا رد فعل، لا روح قتالية تليق بمنتخب يطمح للذهاب بعيدا في كأس العالم، وخاصة الوصول إلى إنجاز المغرب في الوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم بعيدا عن اللاعبين. وكي لا أنسى، هناك أيضا مسؤولية الجهاز الفني. منذ وصول بيتكوفيتش لا يزال كثيرون ينتظرون رؤية هوية واضحة لمنتخب الجزائر، لكن حتى الآن الأسئلة أصبحت أكثر من الأجوبة، ورغم ذلك لا نرى أي نقد حقيقي، وكأن بعض الأسماء أصبحت فوق المساءلة. هنا أريد أن أتحدث عن الإعلام، والذي وخاصة يمكن أن أقول جزءا كبيرا من الإعلام يتحمل مسؤولية إخفاق الجزائر. هذا الإعلام والذي بدل أن يناقش الأخطاء بجرأة اختار الدفاع والتبرير في كل مرة. هنا سأتحدث بكل جرأة عن عقدة الأجنبي، لأنه لو كان مدربا جزائريا
أو جمال بالماضي وأخفق في كأس إفريقيا في 2025 في المغرب، وكذلك أخفق هنا بهذه الطريقة لما تجدد عقده، وكذلك لما سلم من الصحافة ومن الإعلام الجزائري. سؤال قبل أن أنهي هذا الفيديو: لماذا تم تجديد عقد بيتكوفيتش وهو لم يحقق أي إنجاز في كأس إفريقيا؟ صحيح، نسيت، كما قالت الاتحادية الجزائرية بيتكوفيتش حقق إنجازات كبيرة. أولا كان المنتخب الجزائري يقصى من الدور الأول، ثم أصبح لا يقصى من الدور الأول. كان المنتخب الجزائري لا يتأهل لكأس العالم حتى جاءت نسخة 48 منتخب وتأهل لكأس العالم. كان المنتخب الجزائري في الرتبة 48 فأصبح في الرتبة 28. يا لها من إنجازات كبيرة وضخمة. عموما في النهاية هذه والله ليست شماتة في الجزائر ولا فرحا بخروجها، على العكس، أتمنى دائما أن أرى المنتخبات العربية والإفريقية تنافس بقوة وتشرف الكرة في منطقتنا. لكن عندما يحدث أمر يثير كل هذا الجدل فمن الطبيعي أن يطرح الناس الأسئلة وأن يناقشوا ما شاهدوه داخل الملعب. كرة القدم ستبقى دائما لعبة قائمة على المنافسة والروح القتالية، والجماهير قد تنسى الهزيمة لكنها نادرا ما تنسى المباريات التي تترك علامات استفهام كبيرة. الجزائر خسرت الكثير في مونديال كندا، المكسيك وأمريكا. خسرت أولا المباريات بنتائج وبحصص عريضة، خسرت التأهل إلى دور ثمن النهائي لثاني مرة، ثم خسرت تعاطف الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.